التصريح اول تصريح لازم يعني مش هفرض على حد حاجه، لكن انا بتكلم بدماغي. يلا انا عايز اسمع دماغك وجمهور الاهلي عايز يسمع دماغك. ولا زياده. بتقول ايه؟ لا تجديد ولا زياده. ده اول تصريح. ما حدش لا هجدد لحد ولا هزود لحد. خلاص الدنيا ماشيه كده زي الفل يا باشا، مش انت ماضي عقد وتمام التمام 100% سليم. يعني انا لو مضيتك ب 100 مثلا وجا بعد 6 7 شهور اقول لك والنبي ممكن تقللهم، مش هينفع. مظبوط صحيح. فانا النهارده التركيز كله لازم انا ازق اجزاء. طالما انت بقى يعني انت لازم تزق انت لازم يعني اعرفك يعني ايه الاهلي. الاهلي بتاع 85 لعب ناشئين الزمالك في الدور الثمانيه بكوارشي وفروع مع حفظ الاسماء طبعا يعني أيوة. كابتن ابراهيم يوسف والناس دي كلها، وكسب 3-2 بشخصيه الاهلي اللي هي 20 سنه. لازم انت تبقى فاهم يعني ايه الاهلي الاول، يعني ايه الاهلي الاول، وبعد كده نبدا نحلل لك بقى الدنيا ماشيه ازاي فنيا يعني. لا طبعا واضح ان في مشكله. هي ايه بقى المشكله ديت؟ الناس اللي جوه يقولوا، الناس اللي جوه وما يكسفوش على فكره، وايا كان صاحب المشكله ايا كان، يطلع بقى لعيب، يطلع نجم، يطلع لعيب لسه صغير. انت حاسس ان الموضوع ده له تاثير؟ انت اشتغلت الشغلانه وفاهم اكتر من اي حد ممكن يبقى فاهم دلوقتي القصه. هل الموضوع ده له بحكم النتائج دي في حاجه، بحكم النتائج دي في حاجه، بحكم الاداء اللي بتشوفه ده في حاجه. انا ما ينفعش انا رتمي يقل مع الوقت يا ابراهيم، مش العكس، مش يعلى. انت بتعلى مع الوقت. انا قلت لك كل الاجوان اللي دخل فيها معظمها يعني ان لم تخن الذاكره في ماتش بورتو حتى يا راجل، يعني احنا كنا كاسبين 1-0 الشوط الاول ولا 2-1 مش فاكر. يعني تقريبا احنا تعادلنا 4-4. خلص 4-4 تمام. فانت بتتكلم على الاقل 3 اجوان مش فاكر قوي. النهارده كل الاجوان في الشوط الثاني. انت ما بتعلاش مع الاداء، سوري مع الوقت، ما بتعلاش مع الوقت. حتى الكلام الناس حتى يعني ده ديانج النهارده عمل بينالتي غريب جدا. ده الواد ظهره للجون، يعني ظهره للجونه، يعني ظهر الجونه. ايه اللي لازم هي بينالتي على فكره، بس في واحده شبهها هي بالظبط اختها التوأم مع تريزيجيه. يعني الفاول ممكن الولد هو اللي لعبها، يقول لك ده هو اللي لعبها، يعني المدافع هو اللي لعبها، بس في احتكاك قبل ما الواد يوصل للكوره اصلا، قبل ما يوصل للكوره. فنفس المقياس. الغزاوي النهارده بيطلب محمد الشناوي وبعدين يديله انذار. يعني انا مش فاهم، يعني انا حتى مش فاهم. رجع في الفار فيها. بص انا ما كنتش عايز اتكلم. الزمالك عمل ماتش حلو جدا الصراحه يعني، لكن الزمالك كمان محمود الناجي اسم الله عليه امبارح كان في بينالتي برضه للمصري. يعني في مقاييس ما بتتفهمش شويه. ده ما يقولش ان احنا وحشين، احنا وحشين جدا، احنا وحشين جدا جدا جدا. تمام. لكن في حاجات برضه مهمه ان احنا يبقى لها تفسير بالنسبه لنا. اوكي، مش معنى كده بقى ان خش حط الفيران، خش اوضه فيران بقى، تمام، لحد ما يبان لكم صاحب. خلاص. ما انا بالنسبه لي عايز اعرف السبب ايه، لازم اعرف السبب ايه عند اللعيبه. انا مش هتكلم في امور فنيه على فكره خالص، وحياه ربنا. ده انبي يا راجل النهارده، ده انبي الشوط الاولاني ما راحش للشناوي. محمد الغزاوي هو اللي جابه لنا، بس الشناوي ما عرفش طلع عليه اصلا الكره ديت، بس هي مش فاول اصلا. تمام. الشوط الثاني ند وممكن يكسبك. ايوه مظبوط. ايوه حصل. هو في خدوا حقنه لهلغيته جوه، ما هو في حاجه حصلت، يعني في حاجه مش طبيعيه، يعني في حاجه مش طبيعيه. استسهلت الماتش يعني. في حاجه في الشوط الثاني. الشوط الثاني ده يا ابراهيم هي شخصيه لعيبه، انا دايما بتكلم عليها شخصيه اللعيبه. بس تريزيجيه والحركه اللي عملها بتشوفها ازاي؟ بتقيمها ازاي؟ ايه اسبابها؟ انا عارف انت بتاخد بالك برضه. يعني انا بحب تريزيجيه جدا وشخصيه نظيفه جدا لابعد حد، شخصيه نظيفه جدا. لكن كون ان واحد من الناس اللي بتشد الفرقه يبقى مضغوط للدرجه دي، ده مضغوط. هو اولا ما فيش غير جمهور الاهلي اللي موجود اصلا. يعني ما فيش غير جمهور الاهلي الموجود اساسا على تريزيجيه. فكونك ان انت تبقى مضغوط، انت وصلت لمرحله من الضغوط دي عباره عن ايه يا ابراهيم؟ انا لو ذكي جدا وبعرف ان انت باخد منك اسوأ ما عندك وانت مضغوط، هفضل اعمل ايه؟ هدوس عليك هدوس عليك هدوس عليك. في واحد الضغوط تجيب معاه احسن نتيجه. صح. الضغوط يعني بتخليه تنجحه عالي جدا. انا مقتنع بسياستين، هم هيبقوا غراب شويه بس انا اقولهم لك. يلا قول. واحد، ان طول ما انت بتلعب لوحدك هتطلع اسوأ اداء. طول ما انت فاكر ان انت بتلعب لوحدك ومفيش حد حواليك جامد يعني ولا حاجه، هتطلع اسوأ اداء. ماشي. كل ما هتقول ان انا حواليا ناس كتير ممكن تلحقني، فدرجه التركيز بتبقى عاليه جدا، الاهتمام بيبقى عالي جدا، الانتاج بيبقى عالي جدا. وفي فلسفه ثانيه، يعني دايما كنت بسال نفسي، يعني مثلا لما تروح في امريكا او اسبانيا او رواندا او بوروندي او كينيا، ماشي، او هنا في مصر، ماشي، لما بتيجي تشرب حاجه ساقعه، تمام، بتلاقي نفس الطعم تقريبا. مظبوط. ده معناه ايه؟ ان نفس المقادير بنفس النسب في العالم دي هي فبيطلع لك الجوده واحده. هذه واحده من الحاجات اللي كانت بتميز الاهلي جدا، ان النظام واحد فهيطلع لك الانتاج واحد.
يعني وصلت، لا وصلت ومهمه، وصلت ومهمه.